لو قلت لك ان توم وجيري مش مجرد كرتون، امال ايه؟ فاكر وانت صغير لما توم كان بيقع من فوق العمارة ويتكهرب ويتفرد على الحيطة، وانت بدل ما تزعل يا عزيزي كنت بتضحك؟ الحقيقة ان علم النفس ليه رأي تاني، وبيقول ان السبب الحقيقي اللي خلى ملايين الناس يحبوا توم وجيري هو ان كل واحد فينا بيشوف نفسه في الشخصيتين. اوقات بتكون توم بتجري ورا هدف بكل قوتك، وكل مرة الدنيا توقعك وتقوم من تاني وكأنك بتقول المرة الجاية هنجح. واوقات تانية بتكون جيري، الدنيا اكبر منك لكن بذكاء بسيط وحركة في الوقت الصح فتخرج من المشكلة وأكن مفيش اي حاجة حصلت. بس هنا المفاجأة، احنا عمرنا ما كنا بنتفرج عشان نعرف مين اللي هيكسب، بالعكس احنا كنا بنتفرج عشان نعرف ازاي جيري هيهرب من الفخ وتوم هو اللي هيقع فيه. وقت ساعتها بتتحقق فيه المقولة الشهيرة اللي بتقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وده لأن مخ الإنسان بيحب عنصر المفاجأة، بمعنى إن كل ما يحاول يتوقع إيه اللي هيحصل فاجئ بحاجة غير متوقعة، فيفضل مركز ومستمتع لآخر ثانية رغم إنك حافظ كل الحلقات وعارف إن توم غالبا مش هيمسك جيري. لكن أول ما بتسمع موسيقى البداية بتقعد تتفرج ولا كأنك شفت الكرتون ده قبل كده، لأن السر عمره ما كان في النهاية، السر كان في الرحلة وفي الضحكة اللي مخك مستنيها كل شوية. بس كده عزيزي الحلقة خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والشير، وما تنساش تقول لي ايه رايك في الحلقة. ولو اول مرة تبص لتوم وجيري بالطريقة والمنظور ده اعمل لايك واكتب لي كومنت باسم كرتونك المفضل غير توم وجيري. سلام.